صباح الخير وصباح الجمال وصباح كل حاجة حلوة على عيون متابعيني الحلوين. ازيكم حبايبي؟ يا رب كده تبقوا بألف خير. جاي راجع بيكم النهاردة وفيديو جديد كده ووصفة جديدة كلنا بنحبها، بس بنغلب في ان احنا نعملها في البيت مع انها سهلة جدا، و يعني مش تاخد معاكي وقت وهتلملك كل البواقي اللي في البيت اللي انتي عايزاها. ايه هي بقى الوصفة؟ الفطير الشرقي. قبل بقى ما نبتدي في الوصفة ونشوف المقادير، ما تنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب للقناة. يلا نطبخ سوا، وضروري ما تنسوش اللايك. بصوا بقى هنا، ده نفس نوع الدقيق اللي انا عملت منه الفطير العادي، الفطير المشلتت العادي بتاعنا. يبقى نوع دقيق هيبقى معمول، تعملي اللي هو تقولي للعطار او تقولي للسوبر ماركت او انتي تجيبي كيس مغلف، او انتي هتشتري نوع دقيق ينفع للفطير. خدت حوالي ربع كيلو، 250 جرام. الفطيرة الواحدة هتاخد 250 جرام دقيق. تمام. هحط عليها كده معلقة وحبة صغيرين سكر، يعني معلقة كبيرة كده بتاعة الأكل دي مليانة. حط عليها نص معلقة ملح. تمام. ومية للعجن ونص معلقة سمنة صغيرة كده، دي اللي اتفقنا عليها ان هي بتطري العجينة. خلاص. يبقى مقادير الفطيرة الواحدة، الفطيرة الشرقي الواحدة، فطيرة واحدة بس فطيرة كبيرة، يعني الصينية اللي انا حاطة فيها دي مقاس 32 او 34 حاجة كده، يعني فطيرة كبيرة مليانة مش صغيرة. تمام. هتاخد 250 جرام دقيق، ربع كيلو دقيق. تمام. يعني انت لو جبتي نص كيلو دقيق من عند العطار هتعمليه على فطيرتين كبار، فطيرتين الفطيرة لصينية مقاس 32 او 34، الفطيرة كبيرة. تمام. حطيت عليها معلقة كبيرة كده مليانة سكر، نص معلقة صغيرة ملح، وهنزل بمية للعجن. تمام. هعجن لغاية لما هلم العجينة، وفي الاخر هخلص ايدي زي ما اتفقنا بنص معلقة سمنة صغيرة كده، سمنة بلدي. بلاش زيت يعني عشان ما تنشفش منك زيادة، يعني خليها سمنة او زبدة، مفيش مشكلة. تمام. هعجن كده كويس جدا، وزي ما اتفقنا قبل كده في الفطير المشلتت، الفطير هيتعجن على مرحلتين، وكل ما هتريحي الفطير كويس كل ما هتاخدي نتيجة مبهرة منه. تمام. انا هعجن كده لغاية لما هظبط قوام العجينة، وبعدين هسيبها ترتاح حبة. تمام. وبعدين هرجع اعجنها تاني وهقطعها. يبقى الفطير المشلتت بيتعجن على مرتين. طب ايه فايدة الحركة؟ ان انتي بتوقف يعني بتسيبيه وترجعي تعجني تاني. عايزة اقولك الحركة دي بتخلي الفطيرة عمرها ما تقطع منك، تفرد معاكي بسهولة، بتدي عرق اكتر للفطيرة، عرق العرق اللي هيساعدك انها ما تتقطعش منك، تعرفي تتحكمي فيها. مطلوب للفطير عرق انه يبقى يتفرد معاكي حلو، يعني كل ما تفرديه يفرد معاكي، ما يلمش وما يقطعش وما يتبهدلش منك كده، يعني ده المطلوب في الفطير. طبعا كوبايه النسكافيه اللي هناك دي هي نفسها كوبايه النسكافيه اللي انا ماسكاها بشربها دلوقتي. تمام. تعالوا اشربوا معايا بقى. هنا سبته بقى يرتاح شويه. بصوا بقى لما اتعجنت كويس، لما سبتها ارتاحت ورجعت اعجنها تاني، بتبقى زي اللبانه. العجينه بتبقى يعني مش عايزه اقول لكم، بتبقى حلوه قوي قوي، ملمسها جميل وبتتعجن معاكي بسهوله. برضو الحركه دي بتساعد لو انتي مفكيش حيل كده مثلا، ولا ايد تجيب العجين كله من اول مره، لا سيبيه يرتاح شويه وبعدين ارجعي عجني تاني، بس بشرط ان الحركه دي مش هتتعمل غير في المعجنات اللي ما فيهاش خميره. يعني ما يبقاش فيها عجينه فيها خميره واسيبها تخمر وارجع اعجنها تاني، هتبوظ. حلو الكلام. طيب. جبت هنا كده صينية وحطيت فيها كده حبة زيت. تمام. وهبتدي اخد هقطع الحتة القطعة او حتة العجين اللي عجنها بتاعة الفطيرة دي اللي هي 250 جرام، هقطعها على 6 قطع، يعني تقريبا كده حجم الواحدة قد اليوسفندية الصغيرة، او يد او قد البرتقانة الصغيرة، او قد ليمونة كبيرة. تمام. المهم هتقطعيها على 6 قطع. تمام. 6 قطع كده بالتساوي بالنظر، يعني لو انتي بتظبطي ايدك تمام، يعني هتعرفي تجيبيها، مش غلبة يعني قوي. تمام. هنا طلعت مني معايا قطعة منهم صغيرة، انا قصده. طيب ليه 6 قطع؟ انا هحط 3 من تحت و3 من فوق، هوريكي دلوقتي في الطريقة. انا هحط 3 تحت و3 فوق. حلو الكلام. اديني قطعتهم يعني بلتهم كده بالزيت من كل ناحية، غلفتهم كده بالزيت من كل ناحية، وغطيتهم بكيس عشان ما ينشفوش. طبعا احنا شتا، عشان العجين وشه ما يشققش معاكي. وسبته يرتاح كمان نص ساعة او ساعة. جبت بقى صينية او على كاونتر، طبعا انا كنت الدنيا يعني مش مستاهلة ان انا هبهدل الرخامة. تمام. على صينية كده لانه مش بيتفرد جامد، يعني ده مش اقصد الحتة القطعة مش كبيرة غير المشلتت. المشلتت عايز مكان واسع قدامك. حطيت كده نقطة زيت وهبتدي اخد قطعة كده وهفرد كده بايديا ببطن ايدك، ومشي من جوه لبره.
ببطن ايدك وابتدي افردي من جوه لبره، عشان ما تفرديش الاطراف وتبقى الاطراف خفيفة وتيجي عند القلب بتاع الفطيرة او جوه الفطيرة يبقى تخين معاكي، لا من جوه لبره. تمام. جبت بقى صينيه كده، هي شايفين الصينيه كبيره مش صغيره، صينيه زي ما قلت لكم مقاس 32 او 34 كمان مفيش مشكله. تمام. وهبتدي اسكن الفطيره كده جواها وهفردها بقى، هفرد اطرافها اهو واحده واحده كده. هفرد دي كده اول واحده، انا مش هدهن اي ماده دهنيه تاني، خلاص هو فيه زيت كفايه وهو مش مشلتت، انا مش محتاجه انه يبقى يعني غرقان، ده شرقي، احنا بنتحايل ان احنا نطلعه زي الفطاطري. ادي التانية، هفرد التانية بنفس الطريقة. طبعا مش مشكلة اتقطعت مني، مش مشكلة، مفيش اي مشاكل يعني. هو انا بس عشان كنت بفرد يعني بسرعة شوية، كنت شغالة بسرعة شوية، فمفيش اي مشاكل. وما كانش ارتاح كويس يعني في المرحلة دي، انا ما كنتش سبته يرتاح كويس، كنت مستعجلة وعايزة اخلص فما سبتوش يرتاح كويس. لكن لو انتي سبتي بين كل مرحلة ومرحلة سبتي الفطير يرتاح معاكي كويس، هيفرد معاكي بمنتهى السهولة وعمره ما يتقطع منك. ادي التالتة، هاخد التالتة كمان. انا طبعا ما حطيتش زيت تاني، خلاص كفايه اللي انا حطيتهم في الصينيه واللي حطيتهم في الصينيه بتاعه الفرد كده من اول مره. هبقى اقول لكم دي التالتة. تمام. هفردها برضو بنفس الحجم. تمام. وحتى لو فردتيها كانت لسه فيها يعني سمك شويه مفيش مشكله، عشان هي لسه هتتفرد او هتترق معانا تاني. تمام. هبتدي برضو اسكن الفطيره التالتة اهو. وبعدين بقى هنجيب اي حشوات عندك في التلاجة، تقدري تلمي كل البواقي اللي عندك في التلاجة، صدر فرخة بايت، حتة لحمة موجودة، حبة لحمة معصجين باقيين معاكي، شوية سوسيس، شوية بسطرمة، شوية هوت دوج، حبة جبن، حبة فلفل على زيتون على طماطم. لمي كل البواقي واللي ولادك بيحبوه وحطيه بقى في الفطير. اي حاجة بايتة مش بياكلوها بيتضايقوا او بيزمزقوا ان هم ياكلوها تاني يوم، غيري في شكلها وغيري في طريقتها واعملي الطريقة دي. هنا ده جبت بقى طماطمايه، الطماطمايه انا واخده اللحم بتاعها بس، يعني اصلا الطماطمايه انا منقياها ناشفه تبقى لحمها ناشف من بره، وواخده اللحمه بس شايله البذر. فلفلايه خضره بقى كده حلوه، لو بتحبي سبايسي حطي سبايسي مفيش مشكله، عندك الوان حطي. شويه بقى جبنه موتزاريلا كده فايضين في التلاجة من اي وصفه كنتي عاملاها. عندك حبه بسطرمه، شويه زيتون. هنا يا جماعه الزيتون انا بحب الزيتون الاخضر الشرايح، مبحبش اجيب الاسود من ساعه ما قصه قالوا ان عليه بقى ورنيش والقصص دي، فانا بفضل دايما الطبيعي بتاع ربنا اللي احنا عارفينه، يعني الزيتون الاخضر انا بحب استعمل الاخضر الشرايح. وافردي كده، حطينا طبقه جبنه كده وافردي كده وايه، وبططي كده بايديكي ودوسي كده، سكني الحشوه كويس. دول حته فرخه مشويه كانت موجوده عندي. تمام. قطعتها كده قطع، وهبتدي برضو كده اسكنها جوه الفطيره. واخر بقى شويه جبنه موتزاريلا هفرشهم كده شويه كويس قوي على الوش. تمام. طيب انا لما بفرد الحاجه مش بوصل بيها للاطراف قوي، وخصوصا الجبن. ليه؟ عشان لما تيجي اقفل وتيجي تسيح ما تطلعش بره الاطراف، يعني لو انا في حته كده فلتة مني وما اتقفلتش كويس ما تطلعش بره الاطراف، ف يعني تسيح بقى وتلزق في الصينيه وتغلبني وانا بطلع الفطيره. فدايما لما تيجي تحطي الحشوه ما توصليش للاطراف بتاعه الفطيره، خلي كده الطرف سالك علشان حتى تعرفي تلزقي اللي فوق الطبقات اللي فوق على اللي تحت. خلصنا كده وسكننا كل الحشوه كويس جدا وضغطنا عليها ضغطه حلوه. هبتدي بقى اخد الحته الصغيره، فاكرين انا قلت لكم ان انا مقطعه ست قطع، 5 كبار واحده كده صغننه، ابتديت بالصغننه دي. تمام. وهبتدي بقى ايه، فردتها وهبتدي اغطي كده واحاول امد الاطراف بتاعتها يعني الزق الطرف بتاع الفطيره اللي فوق مع الاطراف اللي تحت. انا هدخل الحشوه كلها لجوه وهلزق الطرف اللي فوق مع الطرف اللي تحت. تمام. كمان واحدة اهي بنفس الطريقة برضو، بس دي دول بقى من الاكبر سنة. تمام. فهبتدي افرد برضو بنفس الطريقة كده بالراحة، وهبتدي اطلع اسكنها على على وش الفطيرة. تمام. وهلزق الاطراف اللي فوق مع الاطراف اللي تحت اهو. شايفين انا بغطي الفطير، بغطي الحشو وبجيبه ناحية الاطراف اللي ما فيهاش حشو، انا سايبه طرف الفطيره خالص حته صغننه قوي بس اعرف الزق يعني الطروف بتاعه العجين مع بعضها. تمام اهي. وهحاول اتبت عليها كده واضغط عليها ضغطه حلوه. تمام. هجيب بقى اخر واحده، وتعالوا اقول لكم بقى اخر واحده هنعملها ازاي. برضو هفردها بنفس الطريقه اهو. تعالوا بقى ناخد بق نسكافيه على ما نفردها اهي. بصوا بقى، هوسعها بقى على قد ما اقدر. تمام.
مفيش مشكله لو اتقطعت، مفيش مشكله خالص. اهي هبتدي بقى اسكنها كويس قوي. وتعالوا بقى اوريكي، شوفي الطرف بقى، شوفوا بقى هنعمل ايه. احنا اهي غطت الاطراف كلها، الحشوه كلها بقت متغطيه معايا. طبعا هنا باقي الزيت ده عشان يلمع الوش بتاع الفطيره بس. تمام. همسك بقى الطرف كده وهتنيه، يعني بصوا همسك الاطراف دي اللي انا عارفه ان هي ما فيهاش اي حشو. عشان كده بقولك لما تيجي تحطي الحشو ما توصليش لطرف الفطيره. ليه؟ لان انت لو وصلتي لطرف الفطيره والحشو طلع بره، خصوصا الجبن، تمام، هتسيح بقى وتلزق وتغلبك وتطلع عينك وانت جايه تقلبي الفطيره من الصينيه. هبتدي بقى خلاص كده قفلتهم كويس، هبتدي بقى افرد الفطيره، تتفرد معاكي بمنتهى السهوله، ما فيهاش اي حاجه، لان مش محتاجه حتى ترتاح، هي طبقاتها مش كتير ومش شاده ولا اي حاجه. تمام. هفردها بقى واملى بيها الصينيه كده واسيبها ايه 10 دقايق على ما الم الدنيا والم المواعين والم الرخامه والدنيا دي. طبعا انا رحت اغسل ايدي الاول قبل ما افصل الكاميرا. ما نمسكش حاجه يا جماعه ولا نبهدل الدنيا، نغسل ايدينا الاول قبل ما نتحرك من مكان لمكان. طبعا دخلتها على فرن سخنه جدا جدا، ولعت فوق شوايه وفرن. تمام. لغايه لما خدت لون من فوق ومن تحت وبقت تمام وزي الفل. مش تاخد اكتر من 10 دقايق 12 دقيقه بالكتير يعني. جبت بقى مخرطه الملوخيه. مخرطه الملوخيه في الفطير هي ما يعني جايبينها مش بنخرط بيها ملوخيه، كلنا بنجيب فروزن. تمام. نخرط بيها الفطير. جبنا بقى مخرطه الملوخيه كده، او اي طبعا قطعه بيتزا او سكينه، اي حاجه اللي يعجبك زي ما انت عايزه. وهبتدي بقى اقطعها كده ايه زي الفطاطري يعني. طلعيها بقى كده لاولادك، ابسطيهم فرحيهم. بصوا بقى، طبقه من فوق والفطير من تحت بقى، وطبقه زيها كده من تحت. عايزه اقول لكم تحفه. هتعمليها وهتبهري ولادك وجوزك وتبسطيهم وتدلعيهم، ولا تجيبيها من بره ولا تغلبي نفسك ولا كل العذاب ده، وتبقي ضامنه نظافه وجوده الحاجات اللي انت حطاها جوه الفطيره. يا رب كده الوصفه تكون سهله عليكم وتكون عجبتكم واكون خفيفه كده على قلوبكم، وتكونوا بتستفادوا من الفيديوهات اللي بنعملها مع بعض. اشوفكم بقى الفيديو الجاي، وما تنسونوش بقى لايك وشير وسبسكرايب للقناه. يلا.